قرية دورين، وهي قرية كردية تتبع إداريا لمحافظة اللاذقية. عدد سكانها حوالي 5000 نسمة، كلهم كرد لكنهم لا يتكلمون الكردية، يعملون بالزراعة وتربية المواشي. وفيها شجرة دلب عمرها حوالي 500 سنة، وهي شجرة عملاقة. هذه المعلومات أرسلها لي أحد أبناء منطقة جبل الأكراد، وأنا ألقيها بصوتي. أنا علي عبد الله كولو من منطقة درباسية، وأتمنى كما يتمنى كل الكرد الناطقين بالكردية أن يتعلم الكرد في جبل الأكراد لغتهم الكردية، وأن يسموا أبناءهم بأسام كردية، فلغتنا الكردية هدية من الله مثل باقي اللغات، وعلينا أن نتعلمها. دمتم أهلنا في جبل الأكراد.